بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. النهاردة حبايبي زي ما وعدتكم قبل كده، اللي انا اول ما هحصل على 10 دولار هبقى اعمل لكم فيديو بيه اقول لكم تجربتي في الحصول على 10 دولار بطريقة سهلة، ويعني يعتبر اقل من شهر ونص. فانا هقول لكم النهاردة على تجربتي. اول حاجة، انا كنت بنزل الفيديوهات كل يوم. دي بالنسبة لي كانت مهمة جدا ان انا انزل فيديوهات كل يوم. اول حاجة بتزود نسبة الربح عندي. يعني في فيديوهات مثلا كنت بنزلها مثلا للجديدة، مثلا ممكن تعمل سنت، ممكن تعمل اقل حاجة كان سنت. اكتر حاجة كانت 9 سنت، وطبعا كلنا عارفين يعني 100 سنت يعتبر دولار. فكان الحصول على الدولار كان يعتبر صعب لو ما نزلتش فيديوهات، بالاضافه للفيديوهات اللي كانت عندي برضو بتزيد فيها برضو نسبه الارباح بتزود فيها. فانا كان لازم انزل فيديوهات كل يوم. ممكن فيديو، ممكن اتنين، ممكن تلاتة على حسب. ومش شرط على فكرة يعني ممكن فكرة بسيطة وبتجيب نسبة ربح عالية زي ما حصل عندي. كنت منزلة فيديو عن الليف. يعني فكرة بسيطة. فكنتش متصورة ابدا ان هو مثلا هيجيب لي نسبة ربح مثلا ان هي 9 سنت، تعتبر من نسبة عالية، لان اقل فيديو مثلا ممكن بيجيب مثلا 1 سنت. فدي فكرة بسيطة وكانت جايبة من نسبة عالية في الأرباح. فدي كانت كويسة جدا. برضو الفكرة لما بتبقى حاجة بسيطة بتزود على فكرة الأرباح. ممكن يعني مثلا فيديو أكون متوقعة مثلا فيه إن هو هيجيب نسبة ربح مثلا فيه كتير، وأبص ألاقي مثلا عمل سنت، عمل 2 سنت. فكنت بستغرب من النقطة دي برضو. بس كل برضو يعني المعلومة التانية اللي حبيت اقولها لكم برضو، بالاضافة لان انا كنت بنزل فيديوهات كل يوم عشان تزود نسبة الربح عندي. وحتى لو ما عنديش مثلا محتوى، ممكن كنت مثلا اجيب المحتوى مثلا من جوجل. يعني مش شرط مثلا ان المحتوى مثلا في مجال الاكل والطبخ مثلا. القنوات مثلا اللي بتعمل اكل مثلا. فمش شرط. ممكن في اي فكرة بتبقى بسيطة، اي في معلومة دي بتجيب برضو نسبة ربح. يعني انا مثلا كانت مرة عملت فيديو مثلا كان ازاي نطلع مثلا الرابط مثلا، ننسخه في الحافظة ونطلعه. الفيديو ده جاب لي نسبة الصراحة ربح عالية. يعني هو لوحده يا دوبك عامل دولار ونص، يعتبر نسبة عالية في الفيديوهات كلها اللي عندي. فمش شرط كانت المشاهدة مثلا في 4000، غير فيديو مثلا في المشاهدة مثلا 20000. وهو كان عن الذبح. فده لقيته جايب لي نسبة ربح أعلى من إن هو عندي في مشاهدات عالية. فنحاول على قد ما نقدر ننزل فيديوهات كل يوم. حتى لو المحتوى بتاعنا مختلف عن المحتوى، يعني حتى لو فيديو مختلف عن المحتوى اللي احنا بنقدمه. فدي هتزود نسبة الربح. بالإضافة للفيديوهات اللي عندنا قبل كده، فبتزود برضو نسبة الربح فيها. دي معلومة أول حاجة يعني حبيت أنزل فيها فيديوهات كل يوم عشان نسبة الربح. تاني حاجة برضو بالنسبة برضو زيادة نسبة الربح، أهم حاجة بنشوف الدول اللي فيها نسبة نقرات عالية، ودول قنوات موجودة عندنا في قناتنا ومش متفاعلين معاهم ولا هم متفاعلين معانا. فنحاول نتفاعل معاهم. وأقول لكم على يعني الدول اللي فيها نسبة نقرات عالية. لأني بصراحة ما شفتش فيديو بيتكلم على زيادة نسبة الربح من الدول اللي فيها نسبة نقرات عالية. ومثلا زي مثلا فرنسا، زي مثلا بلجيكا، زي مثلا ألمانيا، زي السعودية، الكويت، قطر، كل دي فيها نسبة النقر زيادة عن مصر. مصر تعتبر نسبة النقر فيها 95، يعني أقل من دولار. أما الدول التانية تعتبر أكتر من دولار ونص، يعني حوالي دولار وستين سنت. فدي برضو حاجة برضو كانت بتزودني نسبة الأرباح، لأن كل ما كانت المشاهدة من الدول دي هتزود نسبة الأرباح عندنا. وفي دول تانية
بتبقى نسبة النقرات برضو ضعيفة برضو، زي مصر بالظبط. فاحنا نشوف كده كده يعني القنوات اللي احنا متفاعلين معاهم بنتفاعل معاهم عادي. اما بالنسبة نشوف قنوات تانية برضو نتفاعل معاهم وبيبقوا موجودين، يعني مش هندور هنلاقي موجودين عندنا في دول اللي هي فيها نسبة النقرات عالية. دي حاجة برضو اتبعتها برضو، ودي يعني هما التجربتين دولت اللي كانوا بالنسبة لي هما اللي زودوا لي نسبة الربح. ويعني حصلت على 10 دولار، يعتبر في شهر او شهر واسبوع بالظبط. في دي النقطتين دولت ناخدوا بالنا مننا هم كويس جدا، اللي هو ننزل فيديوهات كل يوم. وبرضو نتفاعل مع القنوات اللي هي بتبقى نسبة النقر عندهم زيادة. فدي النقطتين دولت برضو كانوا مهمين جدا. واهم حاجة برضو قبل ما نوصل، كنت ننزل لكم فيديو قبل ما نوصل لل10 دولار. نحاول نصلح لو في اخطاء في العنوان او اخطاء في الاسم في حساب ادسن. نحاول، لان وقت ما بنوصل لل10 بيبعتوا على طول الظرف. واهم حاجة برضو ناخدوا رقم الموبايل بتاع موزع البريد، ممكن بنحصل عليه عن طريق البريد، او عن طريق يعني لو كنا عارفينه مثلا في المنطقة ناخده تليفونه ونبقى يعني نعرفه ان في ظرف منتظرينه، ده عشان اول ما يوصل يتصل بينا. فديت المعلومات كلها حبيت اقولها لكم عن تجربتي في الحصول على 10 دولار بطريقة سهلة وبسيطة. يعني حبيت اقول لكم عليها عشان بشوف بصراحة بيبقوا صعب بالنسبة لقنوات كتيرة انها ازاي تحصل على 10 دولار. يا رب الفيديو